أنت متأكد إن الحاجات اللي أنت عايزها فعلًا؟ يعني العربية الفلانية، السفرة الفلانية، كل الحاجات دي، هل فعلًا أنت عايزها؟ هل أنت عايز نوع العربية ده؟ هل أنت عايز الحاجات دي؟ هل أنت عايز تبقى مثلًا video editor فعلًا والّا كل دي حاجات اتزرعت فيك؟ المشكلة اللي إحنا فيها في العصر ده إن السوشيال ميديا بقى بيزرع فيك أحلام مش أحلامك، تبدأ تشوف كل يوم حاجات ناس بتحققها، فتعوز أنت كمان تحققها، لكن مش دي الحاجات اللي أنت فعلًا عايزها، بتعيش أحلام شخص تاني خالص. كان زمان الموضوع أبسط، إن أنت بتقارن نفسك بجارك، بواحد صاحبك، وزمان أكتر بقى بالأعضاء اللي معاك في القبيلة لو هنرجع ورا خالص، إنما دلوقتي بسبب التليفونات والحاجات دي، فأنت بتقارن نفسك بملايين الناس، تفتح السوشيال ميديا تلاقي واحد خلّص صفقة كسب فيها مثلًا 300,000$ والّا واحد جاب عربية جديدة، فأنت تلاقيهم مبسوطين بالشوية الصغيّرين اللي هُم بيشاركوهم، ما حدش بيشارك حياته كلّها، فأنت مفكّر إن هُم مبسوطين في حياتهم دايمًا. ما تعرفش إن الانبساط دوّة كده وكده، فتبدأ تفكّر أو دماغك يبدأ يفكّر إن هو مش هيبقى مبسوط إلا لو حقق الآتي: عملت الصفقة اللي ب300,000$، بقيت باقدر أشتري من الbrand المعيّن، وبقيت باسافر الأماكن المعيّنة أو باجيب العربية المعيّنة وما إلى ذلك يعني. لكن في الواقع أنت لو قفلت تليفونك وانقطعت عن السوشيال ميديا لمدة شهر وقعدت تفكر مع نفسك حقيقي أنت عايز إيه، هتلاقي إن الحاجات اللي أنت عايزها مختلفة تمامًا، أنت عايز حاجات بعيدة تمامًا عن الحاجات دي، رغباتك الشخصية مختلفة، والمشكلة مش في كده، المشكلة إنك تقعد 10، 15 سنة تكرّس حياتك للهدف ده اللي أنت حطيته بناءً على فيديو شُفته، وفعلًا تحققه بتوفيق من ربنا، ولكن بعد كده تحس بالفراغ، إن أنت قضيت عمرك كله في هدف اكتشفت بعد كده إن أنت ما كنتش عايزه أصلًا، لإن أنت وقتها تستوعب إذا كنت أنت فعلًا كنت عايز الهدف ده والّا لأ. أنا ما باقولكش ما تحلمش أو ما يبقاش عندك أهداف، لكن ما تخلّيش أهدافك من شخص تاني هو اللي عايزها، يعني مش عشان الشخص الفلاني دوّة عداء عالمي، فأنت تقرر أنت بقيت بتحب الجري، لو أنت فعلًا بتحب الجري ماشي، أمّا لو أنت مش عارف بتحب إيه، يبقى جرّب لحد ما تلاقي اللي بتحبه، ما تاخدش كلام شخص تاني حتى لو الشخص ده أنت بتحترمه كلام ثابت. فمن الآخر اللي عايز أقوله لك من ال3، 4 دقايق دول، أنت بيبسطك حاجات معيّنة، مش عشان الشخص الفلاني بيحب العربيات الBMW يبقى أنت هيبسطك العربيات الBMW، لأ، أنت ممكن تكون بتحب المرسيدس مثلًا، بتحب أيًا كان، بتحب حتى نوع عادي، نوع مش غالي، أيًا كان هي ما لهاش علاقة، أنت شوف أنت كمشاهد بتتفرج عليَّ محترم بتحب إيه، بس يعني أشوفك الفيديو الجاي، سلام.